3 إبريل قبل المنتصف 26 في فصل الربيع صفعة لقيت فوق الكف كف بالكف الأشوال ذي القاني صريع. مرثية كتب كلماتها أبو محمد عبد الرحمن محمد عكروت رثاء وعزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبد العزيز محمد علي عكروت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أداء صالح العجيز. أبو عسير قال يا دهري أسف حملت نفسي بما لا تستطيع أكتب بدمعي ودمع الحبر جاف بثي وحزني لذي لطفة وسيع أكتب ودمعي على خدي ذرف خط العزالي وللناس الجميع وحرر الموارد والمنصرف ومفردات المعاني والبديع يحزن يطوي سجلات الملف فصل الربيع وودع أزهار الربيع فجاني العلم والقلب ارتجف عمدها للحوامل وام الرضيع يوم حنى ظاهر عبد واعتطف في جمعة إبريل جاء العلم الفظيع 3 إبريل قبل المنتصف 26 في فصل الربيع صفعة لقيت فوق الكف كف بالكف الأشواذ يلقاني صريع الجرح هذا والأول ما اختلف لازلت من جرحي الأول وجيع يا الموت أطلقتها لأبو رهف رصاصات الموت والسم القطيع حطيتها صوت ريه قلب الهدف من بندقك بالمحبب والسريع نويته العوايب بالشولة طفف وسوالت نوسك الفعل الشنيع وجهته السلام لعبده نصف في الليل الأسود وعيب أسود شنيعة تركت عبد العزيز في المنعطف يترف الموت في شعب الشويع يشهده والثيرون الملف سم الأفاعي ويا سم النقيعة نزعته البحر ذي ما له طرف هديته الشوامخ الحسن المنيع أبو رهف جوش لا شب النكف يسبق الريح في الخط السريع كريم ما يحسب الجودة سلف محسنه كلها جودة وريع وصديق الوعد عمره ما اختلف دار بالأرحام ما يحمل صنيعه قف يا زمن عندي قبرح وقف في العرضه قدر من تستطيع والحج من الحويد صوره في الملف لابو رهف الرخيص ما لا يضيع يا والد استقبلوا ضيف الشرف عبد العزيز ابنك البار المطيع الله يرحم عظامه والكتف ويرقده جنبه بمرقد وضيعه الله يرحم عظامه والكتف ويرقده جنبه بمرقد وضيع من برق الحواجر الليل زغف صلاة ربي على طه الشفيع